هاي أطيب صينية كيك للمة العيلة والأصحاب، خفيفة وإسفنجية هشة مثل الغامة وبتدوب بالتم دوب، كتير طيبة لازم تجربوها. بيكفي إنها بتذكرنا بكيك أمهاتنا. شوفوا ما شاء الله قديه مبينة خفيفة وقديه لونها حلو بشهي القلب. تعالوا نعملها سوا خطوة بخطوة. وقبل ما نبلش بوصفتنا لليوم حابة أقولكم إني كتير محتاجة دعمكم هاي الفترة. بتمنى ما تبخلوا علي باللايك للفيديو، اللايك كتير مهم، والمتابعة للصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه. وأكيد كتير بحب أشوف تعليقاتكم الحلوة يلي دائما بترفع من معنوياتي. وهلأ يلا نبدأ. رح أحتاج هون لصينية ألمنيوم، قطر الصينية 30 سنتي وارتفاعها 6. رح أحط عليها معلقتين من الطحينية ورح أدهنها بالطحينية من كل الاتجاهات. وهلأ بخفاقة الكيك أو بالخلاط رح أضيف 5 حبات من البيض. لازم البيض يكون عندي بدرجة حرارة المطبخ. طبعا البيض اللي عندي كتير صغير، لو حجم البيض يلي عندكم كبير ضيفوا 4 حبات. رح أضيف عليه معلقة كبيرة من الفانيلا الباودر أو السائلة مع كوب ونص من السكر. وببدأ أخفقهم على سرعة عالية لمدة ما بتقل عن ال5 دقايق، سواء كان على الخلاط أو بخفاقة الكيك، أو حتى ممكن تخفقوهم بالمضرب اليدوي، بس لازم تخفقوهم ليوصل لهذا القوام. بدي يصير عندي البيض كثيف ولونه فاتح بهذا الشكل. وهلأ رح أبدأ بإضافة الزيت. رح أحتاج لكوب إلا ربع من الزيت، وهون الزيت بضيفه تدريجي لتخلص الكمية كاملة. وأكيد مع الخفق المستمر رح أضيف هلأ كوب من الحليب الدافي، ولازم الحليب يكون عندي دافي. ونفس الشي بضيف الحليب تدريجي لتخلص عندي الكمية كاملة. هلأ بحضر المكونات الجافة. رح أحتاج ل3 أكواب من الطحين متعدد الاستخدامات. وهون أهم خطوة أنخل الطحين حتى أتخلص من الشوائب يلي ممكن تكون موجودة بالطحين ويلي ممكن تعملي تكتلات لو ما نخلته. كتير مهم وضروري أستخدم نفس الكوب لكل المكونات. أنا استخدمت هذا الكوب، عايرت فيه كل المقادير. وهلأ وبعد ما خلصت من تنخيل الطحين رح أضيف معلقتين صغار ومليانين من البيكنج باودر، ورح أضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا أو الكربونة مع يا دوب رشة صغيرة من الملح لتظبط لنا الحلاوة. وببدأ بتحريك المكونات الجافة لحتى تمتزج عندي سوا كتير منيح. وهلأ حابة أذكركم وأقولكم لو ما عملتوا لايك للفيديو بتمنى ما تنسوني من دعمكم. اللايك كتير مهم لدعم الصفحة واستمرار. هلأ هون رجعت حركت الخليط السائل شوي صغيرة. رح أبدأ بإضافة الطحين أو الخليط الجاف بشكل تدريجي، وما رح أبالغ أبدا بالخفق. يا دوب بخفقهم شوي صغيرة لأشوف إنه الطحين عندي داب، وبعد هيك برجع بضيف الكمية يلي ضايلة عندي. أنا هون ضفت الطحين على 3 دفعات، ومثل ما قلت لكم بعد إضافة الطحين أبدا ما ببالغ بالخفق، يا دوب يدوب عندي ويتجانس مع الخليط السائل. وهالخطوة ما رح تاخد معانا وقت كتير. وهلأ حابة أسألكم وأتعرف عليكم، قولولي من أي بلد بتتابعوني. صراحة بحب دائما أكون على تواصل دائم معاكم، وأكيد كلكم بتشرفوني. هون رح أنزل الطحين يلي ضل عندي شوية على الأطراف لأتأكد إنه ما يتواجد عندي تكتلات بخليط الكيك. خفقتهم شوي صغيرة يا دوب. هيك خليط الكيك بيكون جاهز عندي. هلأ رح ننتقل لأهم خطوة، وهي طريقة خبز الكيكة. بعد ما أنزل كمية الخليط كامل بالصينية رح أدق الصينية على الطاولة بهذا الشكل أو بالعود الخشبي. بحركها لحتى تطلع عندي متساوية، وبدخلها على فرن على درجة حرارة 180. والفرن لازم يكون محميه قبل ب5 دقايق تقريبا. وبدخله على الرف الوسط لمدة 30 ل 35 دقيقة. أنا بنصحكم ما تفتحوا على الكيكة أبدا لحتى ما تخرب معاكم. ممكن تاخد أكتر من 35 دقيقة، ممكن توصل ل 40 دقيقة حسب نوع الفرن. بعد 35 دقيقة لما استوت معاي الكيكة حمرت الوش شوي صغيرة، لأنه أصلا بتكون شوي متحمرة معانا، ودهنتها بشوي صغيرة من القطر. وهاي الخطوة أكيد اختيارية مع رشة صغيرة من الجوز الهند. وهيك أطيب وأشهى كيكة بتكون صارت جاهزة معانا. بتمنى تكون عجبتكم. صحتين وعافية مقدما.